منظره. طبعا انا مش هصبر لغايه ما اخلص، لازم اجرب واحده. لازم تجربوا. اهلا بيكم في اكله وضحكه. مين قال ان السوشي لازم يتعمل بالمأكولات البحريه؟ النهارده هنعمله بالخضار والفاكهه بلمسه مختلفه والطعم جنان. انتوا جاهزين؟ يلا بينا. ودلوقتي هنقول على المكونات اللي احنا هنستعملها. انا جايبه 400 جرام من رز السوشي، وقصادهم 500 ملي ميه، وكمان هستعمل 4 معالق كبار من الرايز فينيجر. لو ما عندكيش من الخل ده، عندك من الابيض العادي، تستعملي 3 معالق بدل 4 معالق. وكمان هناخد معلقتين صغيرين بس كبار مليانين من السكر، ونص معلقه صغيره ملح. وادي جايبه ورق السوشي، وده النوع اللي انا بستعمله. الخضار بتاعنا هستعمل خيار، بصل اخضر، افوكادو، ومعايا مانجا. ودلوقتي اول حاجه هنعملها هنغسل الرز. بعد ما غسلته كذا مره لغايه ما ميته بقت شفافه زي ما انتم شايفين، دلوقتي هسيبه ربع ساعه. الميه عادي من الحنفيه، هسيبه ربع ساعه وبعدين اصفيه. ودلوقتي اديني انا صفيت الرز خالص، حطيت حله على النار وجهزت 500 ملي ميه، دول كوبايتين ميه. هنزلهم في الحله وهشغل النار على نار اعلى من المتوسطه، ميه عادي من الحنفيه، وهنزل بالرز. ودلوقتي هقلب في الرز وهغطيه، والنار هتبقى متوسطه او اعلى من المتوسط بشويه. اول ما نشوفه بيغلي هنوطي عليه من 10 ل 12 دقيقه، بعدين نقفل ونبعد الحله من على العين السخنه. هنسيبه لمده 10 دقائق لغايه ما البخار اللي فيه يكمل سواه. ما نفتحش الغطا خالص غير بعد ال10 دقائق من بعد ما بنقفل عليه. ودلوقتي خلاص الرز استوى. دلوقتي هعمل ايه؟ ادي السكر والملح. انا قلت هنحط 4 معالق من الرايز فينيجر، 4 معالق كبار. ادي 1، ادي 2، 3، 4. هنقلبه حلو قوي، هنقلبه حلو اهو، لازم يدوب خالص. هنعمل ايه؟ هروح ادفيه في الميكروويف. احنا مش عايزينه يغلي، احنا عايزينه يدفى عشان نحطه على الرز. هروح ادفيه وارجع لكم. ودلوقتي خلاص بعد ما دفيت الرايز فينيجر مع السكر والملح، هرشه كده واديله تقليبه. هنقلب من تحت لفوق بالراحه عشان الرز ما يعجنش مننا، حاجه خفيفه كده. شايفين الرز رغم ان هو لازق في بعضه بس مش معجن. طول ما احنا بنشتغل بنجيب مناديل من بتاعه المطبخ، ببلها، بتبقى مبلوله شويه، وما نسيبش الرز متعرض كده للهواء، بنغطيه اهو كده. طول ما احنا بنشتغل نشتغل في جزء ونغطي الباقي. ودلوقتي انا جبت ورقة السوشي، انا حاطة الناحية الخشنة من فوق، هلزق عليها الرز لازم يكون بارد خالص. هنفرد طبقة رفيعة جدا واهتمي بالاطراف، واول ما تلاقي ايديكي لزقت بيكوني جايبة نص كوباية مية مع معلقة كبيرة رايز فينيجر. انا هعمل اول رول بالمانجا، حطيت المانجا مقطعها شرايح وهحط خيار معاها. خدي بالك وانتي بتلفي تدوسي جامد عشان يبقى الرول محكم وسهل وانتي بتقطعيه. ودلوقتي بصوا ادي اهو منظره. بصي لما بنحط رز على الاطراف يبقى شكلها، وما تكتروش الرز عشان الصابع يطلع صغير. هنيجي عند التقطيع. اول حاجه لازم تجيبي منديل جنبك، منديل مطبخ يبقى مبلول ميه، وكل مرة هتقطعي فيها لازم تبلي السكينة عشان يتقطع كويس. دلوقتي خلاص طبقنا جاهز. مين جاهز ياكل معايا؟ بصوا جمال الطبق. يلا بينا، جه وقت التجربة. نجرب اهو. انا حاطه صويا صوص، ممكن تحطي مايونيز مع هوت صوص وتعملي له ميكس، ده بيبقى برده طعمه حلو اهو. ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. بعد الطريقه دي ما ينفعش بقى نروح مطاعم سوشي تاني، اتفقنا؟ يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، واشوفكم المره الجايه. يلا باي.